وسهلين الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الصابونه اللي واعره غزاله، وانا ما كنجيب لكم الحاجات حتى كنعرف اشنو جبت لكم. بصراحه الصابونه هذه اللي كنستعملها ليدي وكنستعملها حتى كنستعملها لوجهي وكنستعملها ليدي، قلبتهم زوينه، وبالاخص المعكازات اللي ما كتقدرش تنوض دير ماسك ودير كوماج. هذه راه فيها كلشي، ماسك، كوماج، ترطيب الوجه، تبييض، واعر غزاله. انا نوريكم المكونات. هنا البنات عندي صابونه ديال الطوس، خديتها حكيتها اللي هي طبيعيه معروفه، وهنا عندي معلقه كبيره ديال اللبان مطحون، اللي ما عندهاش تستغنى عليه ماشي مشكل. هنا 3 المعالق ديال القهوه، ما تكونش معطره، تكون طبيعيه. وهنا 3 المعالق ديال النشا او معلقه كبيره ديال النشا. هنا 2 معالق كبار ديال الرز، عقلوا معايا 2 معالق ديال الرز. هنا معلقه كبيره ديال النشا. هنا معلقه كبيره ديال اللبان طبيعي. وهنا 3 المعالق ديال القهوه العاديه. ندوب الصابونه هذه ونرجع لكم. ومن بعد ما ذوبت الصابونه البنات ضفت عليها المكونات كاملين وبقيت كنحرك، واللي بغى يضيف عليها المورد اللي كيناسبو يضيف عليه. انا عندي وحدين جاهزين غادي نوريهم لكم. وهذا هما الشكل النهائي ديال الصابون. انا عندي جاهزين دائما كنغسل بهم، كيجيو بحال هكايا، ريحه واعره، كيبقاو لكم مده طويله.